كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. الموضوع ده يعني على مزاجك. العصبية في حاجات بنختارها واحنا مش واخدين بالنا، مش عشان انت وحش بس عشان انت عصبي خلاص. فساعات غصب عنك كده رياكشناتك بيسبق مستر حاجة بغفور انت مش عارف تكاوم نفس ثاني مش عارف اتكلم خالص. طيب لحظة غضب صغيرة ممكن تبوظ يوم، علاقة او فرصة كان ممكن تغير حياتك. وساعات يعني بيكون يعني كلمة تتقال كده ملهاش اي لازمة، ضايقت قوي الكلام ده كله. المهم يعني يا مروان السؤال النهاردة بنسألكم، العصبية ضيعت منكم ايه؟ ده لو انتوا الشخصية، لو انت شخص عصبي. يعني في ناس ما بتتعصبش او بتعرف تمسك نفسها كويس قوي. طبيعة شخصيتها انها هادية. زي يعني انا ما بتعصبش. انتي بلطة برضو يعني باردة. لا انا مش باردة، بس انا بعرف اكنترول، بعرف امسك نفسي. انت ما بتعرفش. كان زمان كنت سريع الاشتعال، دلوقتي لا اشتغلت. لا هقول لك دلوقتي بقيت يعني برضو عصبي، بس مقارنة بزمان فرق كبير. اشتغلت على الحتة دي لان انا خسرت كتير بسبب العصبية في مواقف في الحياة عموما. فيعني زمان لو انا كنت عصبي مثلا 10/10، دلوقتي انا بقيت عصبي 6/10 5/10. لكن ما اقدرش ادعي ان انا مش عصبي، لا انا شخص عصبي. بمرور الوقت بقى ايه، عارفه البق بتاع اما بتكبر وبتعل، ابتديت لا بعرف افلتر بقى. كان زمان ما عنديش الفلتر ده، اي حاجات بسيطه جدا او عاديه تعصبني جدا. دلوقتي لا خالص. اوكي بقيت يعني اعرف الى حد ما افلتر. بس لا برضه بس برضه بتتعصب يعني. انت انا بقول اهو انت ما اعرفش ازاي، يعني ما اعرفش ازاي كبني ادم ده اللي بيحصل يعني. بس انت ما بتعرفش تكنترول تون صوتك لما بتتعصب، ما بتعرفش تكنترول رياكشن. هو المفروض لما الواحد يتعصب يبقى صوته واطي؟ لا المفروض ما تتعصبش. لا هو ما فيش المفروض، هو ده العصبيه الصح انك ما تتعصبش. الانفعال والعصبيه ده طبع. انت موطي صوتك يعني بتحاول تورينا ان انت هادي. يعني من امتى انت بتتكلم بالراحه؟ وانت بتحاولي تعصبيني عشان اهو من امتى انت بتتكلم بالراحه كده؟ ازاي ده انا شايف انه ده طبع انساني في كل الناس. مختلف بقى من شخص لاخر. في واحد عصبي جدا جدا جدا. طب العصبيه ضيعت منك ايه؟ لا في مواقف كتيره، في حاجات في الحياه عموما. ساعات كنت بضيع حقي بالعصبيه، يعني يبقى عندي الحق وانا اللي مش غلطان، فتغلط فتغلط فلما اتعصب اضيع حقي. مش يعني اللي اقدر اقوله لك هو ليه ما حدش طلب منك تقدري وانت ما تقدريش. بص يا مروان، وما حدش طلب منك تقولي لي حاجه، اللي عايز يقول لي يجي يقول لي. اشتغل على نفسك. واحنا موجودين يعني، احنا مش هنسيبك انا والمستمعين يعني. فاهم؟ احنا معاك. طيب الحمد لله ان انا اطمنت ان انتوا معايا الحمد لله. انت بقى مش عصبيه؟ لا انا مش عصبيه، بس انا يعني شفتك مرات قليله عصبيه. وحتى عصبيتي كيوت يعني، مش عصبيه. لا كيوت مين؟ لا ده انت شلق. مين ده؟ فين ده؟ امتى اتعصبت؟ بس انت فاكر لي موقف؟ طبعا. لا قليله جدا. بس لا ده انت شلق. مين ده؟ انا مش شلق. انا ما بعرفش ابقى شلق. شوكليت ودريس خالص انت في لا مين ده؟ انا والله ما بعرف. لا انت شفتك نفسي ما اعرفش. لا مش في طبيعتي. لا انا كيوت قوي على لا انا عارف ده، انا فاكر الموقف وفاكر الكلام اللي اتقال، بس مش هينفع يتقال على الهوا لانه هيهدي على تاريخك ان كان ليكي تاريخ. ده حقيقي. تمام، ده حقيقي بالكلام ده دلوقتي. فكره ان انت تستحملي وتفوتي مره واثنين وثلاثه، ففجاه الكوبايه بتتملي فتقومي منفجره في اللي قدامك، وممكن يبقى السبب عبيط جدا. طب ما تتكلم. ما هي دي بقى الفكره. ما هو ده الواحد ساعات يعني الناس بتبقى ساعات فاكره انه ايه، انا هستحمل هفوت. ماشي فوت كل حاجه بالعقل. مش هينفع افوت 50 مره وبعدين اجي انفجر في وشك. مش هينفع كل حاجه هتقوليها هنتخانق عليها. فهفوت. انا بتكلم في العلاقات العاديه يعني بين الناس، مش في علاقات شخصيه. يعني ساعات بحس انها برضو بتبقى تلكيكه. يعني ساعات بحس انه اكيد يا مروان لو عايز تمسك نفسك هتمسك نفسك. لا مش سهله زي ما انت متخيله. ما حدش قال انها سهله، بس قصدي عادي تتعمل. فانت لما تفلت منك وتتعصب على اللي قدامك، انت اللي بتعمل كده. يعني كان في ايدك ان انت ما تعملش كده. كان في ايدك
رد فعل مختلف. مش انت قعدتي فتره بتعاني من بانيك اتاكس مثلا؟ طيب هل انت كنت تقدري تحكمي فيها ولا اشتغلتي؟ دي حاجه ودي حاجه ما ينفعش. لا فكره ان انت انا ما كملتش الجمله. فكره ان انت تعملي كنترول على مخك. ما هي العصبيه هي كلها حاجات نفسيه. انت اصل دي مش عصبيه، انا مش بقوم اضرب اللي قدامي فانا اقدر اتحكم في غضبي او اتحكم في جسمي ان انا ما اقومش اتعصب واقوم خابط اللي قدامي على دماغه. لا دي حاجه في المخ. انت بتنفعلي فجاه فصوتك بيعلى، بتتعصبي، بتزعقي، لكن في ايدك ان انت ما تضربش اللي والا ما كانتش الناس بتتعالج منها. في ناس بتتعالج منها. دول الانفعال اللي هو الانفعال دول يعني. بس دول ناس عندها ده كمرض، انت مش عندك كمرض. انت يعني مش انت مروان او انت حتى مروان، انت ده مش مرض. انت انا شايف ان انت عماله تحللي وانت اصلا على الله حكايتك. في فرق بين ان بني ادم عصبي وفرق بين ان حد عنده انجر ايشوز. انا ما عنديش انجر ايشوز. ايوه انا انت عصبي. ما عندكش انجر ايشوز بالظبط. انت عصبي، فانت في ايدك ان انت تتحكم. انا بقى اللي اشتغلت عليه ان انا انقي او افلتر الحاجات اللي اتعصب عليها. انا كنت زمان بتعصب على حاجات صغيره وكبيره. دلوقتي حتى في الكبير ما بتعصبش على حاجات صغيره، والحاجات الكبيره احاول برضو مش كلها اتعصب عليها. بس انا طبيعه شخصيتي كده. بس خسرت بسببها. اي كلمه زياده هتقوليها اكيد انت شايف وشي عارف ان انا ولا حاجه. هي ما عندهاش حاجه تقولها يا جماعه. هي قاعده بتقضي وقت ظريف اهو. دينا بنضيع وقت كانها مثلا قاعده بتعمل ضوافرها يعني. هل فكرت تغسل المواعين وانت متعصب؟ يا عم انا بحاول اساعدك يا عم والله بحاول اساعدك. حاجه من الحاجات اللي بتعصب جدا. انت بتعصب ليه؟ إيه؟ يعني ايه انا قوي يعني زي الحاجات اللي هو مثلا حد عمل حادثه لا قدر الله بالعربيه، حصل خير يعني طبعا حصل خير اكيد والحمد لله ان ربنا نجده من الحادثه وطلع. بس انا ما بشوفش انها ملائمه للموقف. لو العربيه فيها حاجه كبيره، انا بتكلم على الحوادث اللي هي فيها حاجات كبيره، اكيد مش فداك. انا عارف انه فداي وعارف انها جمله صح تمام، بس ما بتهديش. يعني تفاعل معايا انه ابن الذين اللي خبطك ده انا لو كنت شفتك، اي كلام فارغ بس هديني بشكل تاني. لكن حصل خير يا انا مثلا العربيه جايبه موتور وانت جاي تقول لي حصل خير. طيب خد صلحها انت على حسابك. والله يا مروان انا شايفه ان كل حاجه بتضايقك. مش رايح في الحته اللي انت رايحه لها خالص. انسي. هحاول اجرك. انا خدت بالي. طيب انت عارف لما بتتنرفز مش بس صوتك اللي بيعلى، شرايين قلبك نفسها بتتوتر خلاص. ومع التكرار الجسم بيتعب اكتر من ان انت متخيله اصلا. في دراسات كتير لقت ان لحظه غضب قصيره بتأثر على الشرايين وبتقلل قدرتها انها تتوسع بطريقه طبيعيه، وده بيحصل خلال 40 دقيقه بعديها. فشايف بقى انت بيحصل لك ايه؟ فانت سنك كمان ما يسمحش ده. انا ما بيحصليش حاجه والكلام مش موجه ليا. والله ما هنقولها لك. والله ما. طيب انا عندي ليك خبر، احنا وقتنا خلص. وقتنا انتهى، ده حقيقي. الحمد لله. صدقت انت. انا هخلص من يارا. باي باي. كنتم مع كلام في الزحمه مع مروان أدري ويارا الجندي